أهلا بيكم في المحفظة. النهاردة هصدمكم وأقول لكم معلومة غريبة، إن ساعات نومك بتضيع عليك تقريبا 4 مليون جنيه في حياتك. طب الرقم ده جه إزاي ومنين وإيه قصته؟ ده اللي هكلمكم عليه في حلقة النهاردة. بصوا يا أساتذة، أحب أعرفكم إن الرقم اللي قلناه ده جه إزاي. ده جه من تقرير بيقول إن الإنسان تقريبا بيضيع 26 سنة من حياته في النوم، وده بيضيع عليه تقريبا 4 مليون جنيه. طب الرقم ده جه إزاي؟ منظمة العمل الدولية بتقول إن متوسط سعر الساعة للعامل المصري متوسط المهارات حوالي 15 جنيه و88 قرش، والسنة فيها 8760 ساعة، فلما تضربها في 26 سنة هيديلك 277760 ساعة. تضربهم في قيمة الساعة الواحدة اللي هي 15 جنيه و88 قرش يطلع لك تقريبا 4 مليون جنيه. طب وانت بتسمعني في ناس هتتجنن وهتقول لك انت بتقول لنا كده علشان ما ننامش يعني، وفي ناس بتقول لك ده انا ما بنامش اصلا، وكل واحد هيقول اللي على مزاجه. ده كمان في ناس هتقرر انها تقلل عدد ساعات نومها، وده علشان تزود فلوسها. لكن انا بقول لك ما تزعلش انك بتنام كويس، بس تزعل لما تضيع الساعات اللي انت صاحي فيها وما تعرفش تستثمرها بشكل كويس. بص يا استاذ، كلنا نعرف المثل اللي بيقول الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه، وكلنا عارفين ان الوقت اللي بيروح ما بيرجعش تاني. ودي الحاجه الاساسيه اللي خلت رجال الاعمال بقى معاهم فلوس، لانهم عرفوا يستثمروا وقتهم كويس جدا من وهم صغيرين. وخلي بالك، استغلالك لوقتك صح هيخليك تعيش مستور. طب انت عارف علشان تبقى عايش مستور لازم يكون معاك كام؟ ارجع بقى للحلقه اللي فاتت وهتلاقوا اللينك بتاعها موجود تحت. عمرهم ما زودوا عن 6 ساعات نوم. طبعا بتكلم على الاغنياء اللي موجودين في العالم. لما نبص في الوطن العربي هنلاقي عندنا 3 من اغنى 500 شخص في العالم. اولهم الامير السعودي الوليد بن طلال، وقيمه ثروته 15 مليار و100 مليون دولار. وتاني واحد رجل الاعمال المصري ناصف ساويرس، وقيمه ثروته 7 مليار و410 مليون دولار. وثالث واحد نجيب ساويرس، وقيمه ثروته 5 مليار و940 مليون دولار. والارقام دي كانت لحد قبل تصوير الحلقه. دول ناس بتنام من 3 ل 6 ساعات في اليوم، ولما نضيف عليهم ال5 ساعات الاسبوعيه بتاعه القراءه هنلاقي ان احنا زينا زيهم. في ناس كتير مننا بتنام 3 أو 4 أو 6 ساعات في اليوم، بس مش معاها الفلوس اللي مع الناس دي. وده الفرق بيننا وبينهم، ان الناس دي عرفت تستغل وقتها كويس جدا وهي صاحيه، وبقت تدخل فلوس وهي نايمه. بص يا سيدي، مع الغلا اللي احنا فيه ناس كتير بدات تحس بارتفاع الاسعار، وده خلى ناس كتير من اللي كانوا بيقعدوا على القهاوي او بيقعدوا على الكنب في بيوتهم يفكروا انهم يشتغلوا شغل اضافي، على سبيل المثال اوبر، او يعملوا اي مشروع علشان يجيبوا الفلوس اللي هم محتاجينها. اذا ربطوا الفلوس بعدد الساعات اللي بيشتغلوها، وده هو استثمار الوقت. والاستثمار ده دلوقتي هو اللي بيجيب فلوس، والناس بقت تحسب كل حاجه بالثانيه. عندنا مثلا محمد صلاح بقى يحسب ان هو بيقبض كام في الثانيه، وغيره كتير. هنا بقى لازم نسال نفسنا سؤال: بتستثمر في يومك كام ساعه علشان تزود بيها دخلك؟ واحب اقول لك ان المحفظه الحقيقيه مش اللي في جيبك، المحفظه الحقيقيه هي وقتك اللي بيدخلك فلوس. ده يخليني في الاخر اقول لك على حاجه مهمه جدا، وهي هدف الحلقه: ازاي تزود استثمارك في الوقت علشان تزود قيمه الفلوس اللي بتدخل محفظتك. وفي كتب مهمه كتير موجوده على الانترنت تعلمك ازاي تستثمر وقتك بشكل صح، وانصحكم انكم تقروها. وحاجه كمان مهمه، وهي انك تزود مهاراتك في الشغل علشان قيمه ساعتك تزيد، وبدل ما تدخلك 15 جنيه في المحفظة لا تدخلك 50 أو 100. علشان كده خليك فاكر دايما، كل ما تشتغل أكتر وبذكاء هتكسب أكتر إن شاء الله.